بما ان ده موسم الفراولة فتعالوا نعمل مع بعض احلى مربى فراولة. عندنا 2 كيلو فراولة، نحطهم في الكبة ونضربهم ضربة خفيفة عشان عايزة فيها قطع صغيرة. هنضربهم بالشكل ده، بقت معانا بالشكل ده قطع صغيرة. هنحطها في حلة. معانا بقى لكل كيلو فراولة مجين سكر، دول 2 كيلو يعني 4 مجات سكر، وهنقلبها بالشكل ده وبنسيبها مع السكر كده من الصبح بالليل، او لو انت مستعجلة من 5 ل6 ساعات عشان بس الفراولة تنزل الصوص اللي فيها مع السكر. وبعدين هنرفعها على النار ونغطي عليها لحد ما تطلع الطبقة، تعمل الطبقة البيضة دي على الوش. هنشيلها نفضل نقلب فيها كل ما يطلع الطبقة البيضة او البينك دي شيليها ارميها، عشان لو سيبنا الطبقة البيضة دي هتخلي المربى تشد معانا او تبقى سلايمي شوية، فالاحسن ان احنا نشيلها. بعدين هنعصر ليمونة كاملة، على كل كيلو فراولة نص ليمونة، ونقلبها بالشكل ده. بقت معانا اهي، تقلت شوية، كل ما تتقل كده بتبقى داخلة في السوا. بس هي كده بقت جاهزة، نطفي عليها النار. وهنا خلاص جهزت معانا، شايفين لونها تحفة ازاي؟ حطيها بقى في اي بطرمانات عندك، تحفة. باي باي في فيديو جديد.